الفيديو دوت هنصور لكم فيه حرف السي والبي والاي الحي السابع. طيب احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في ميدان فيه 4 مناطق. اول حاجة القطعة دي قطعة رقم 1 سي اللي في وشنا دي، والقطعة دي قطعة رقم 36 اي الناصية دي، والقطعة دي قطعة رقم 19 اتش الناصية دي، القطعة الناصية اللي هنا اللي في وشنا ديت قطعة رقم 19 دي. يبقى احنا كده ما بين الدي والاتش والاي والسي. هنخش نصور 88 سي. ماشي، 88 سي القطعة دي رقم 1. يا مسهل ربنا يسهل نلاقي الحاجة مفتوحة. بعديها قطعة رقم 32 سي الناصية اللي بعدها 32 سي فاضية برضه. طيب بعدها 33 الناصية ديت 33 سي، بعدها 58 سي. هل الشارع اللي جاي شغال؟ لو شغال هيبقى كويس. دي الحديقة بتاعت السي، شغال. الحديقة بتاعت السي اللي عند الكوش كده، في ناس موجودة هناك. يا صالح الحال يا رب. طيب خلينا نصور قطعة رقم 88 سي اتطلبت مننا، وقطعة 96 ممكن ما اقفش عليها بس هقف على ظهرها القطعة دي. طيب القطعة اللي مبنية ديت قطعة رقم كام؟ القطعة اللي مبنية ديت قطعة رقم 89 سي او 88، بس هي في الغالب 89. طيب خلينا نمشي لاخر الشارع ونشوف. كل ديت الحديقة بتاعت السي. هنخش هنا كده نلاقي قطعة على الناصية. القطعة اللي على الناصية ديت قطعة رقم 91 سي. دي قطعة رقم 91 سي. يا بوي انتوا برجلتونا ليه كده يا جماعة؟ ولا لسه؟ لا احنا اللي ايوه يا جماعه دي الجنينه، انا ما قلتش حاجه غلط. كل دي لسه الجنينه، كل دي لسه الجنينه. الناصيه دي اللي فاتت دي، او اللي فاتت دي ما كانتش ناصيه، دي الناصيه عشان بس تبقى الدنيا واضحه. الصفرة دي الناصيه، ودي قطعه رقم 46 سي يا جماعه. 46 سي، انا بصيت بالمنظور في اختلاف. دي 46 سي، ودي كل ديت شريط الحديقه. ماشي. طيب اللي في وشنا ديت 87 سي، اللي محفوره دي 87 سي، واللي مبنيه دي 88 سي. يبقى 88 سي اللي مطلوبه تتشاف مننا هي دي 88 سي الحي السابع. في وشها الحديقه وقدامها بشويه كشك الكهرباء. دي 88 سي، والمحفوره دي 87 سي. طيب اللي في ظهر 87 96 اللي مطلوبه مننا. يبقى 96 سي لسه ما فيهاش حاجه، وهي على الشارع الرئيسي بره. اللي مبنيه القطعه اللي جنبها 95 سي، اللي مبنيه 95 سي. يبقى احنا دلوقتي 88 دي مبنيه، اللي في ظهرها 95 مبنيه، 87 قواعد، 96 سي لسه ارض ما فيهاش اي حاجه اتعملت، وهي تعتبر على الشارع الرئيسي، منسوبه اعلى شويه من الشارع اللي في ظهرها. طيب نخش كده عشان نشوف. احنا مطلوب مننا 144 سي. خلينا نشوف كده 144 سي برضو بالمره. دي الحديقه اللي في وشنا ديت، العماره اللي مبنيه في وشنا ديت قطعه رقم، اقول لكم قطعه رقم كام يا محمد؟ 109. وشنا دي قطعة رقم 109. السلام عليكم. الله يكرمك. واللي على ايدينا الشمال دي قطعة رقم 84 سي. يبقى اللي في وشنا دي 109 ودي 84 سي. خلينا نشوف هنعرف نروح على 144. مش هنخرج، خلينا نخش من ورا. 144 هتلاقيها في الجزء اللي ورا ده. خلينا نشوف هنعرف نخشها ولا لا. طيب القطعة اللي جنبها ديت 108، اللي طوب احمر دي 108 سي. ان شاء الله هنروح على 44 ونصورها لكم.
144 مسارة. ده كده الميدان ده فاصل ما بين ايه بقى؟ الجزء ده الخدمات بتاعة الحي السابع، كل الجزء اللي في وشنا ده، والحتة ديت اللي في وشنا دي ده حرف البي، النص دي قطعة رقم 1 بي، وده سي الميدان، والقطعة دي رقم 158 سي. طيب احنا رايحين نصور القطعة الأخيرة 144 سي، وهنصور في البي قطعة رقم 52 بي عشان نكمل بعد كده الفيديو، لأن احنا عندنا بعد كده 3 قطع في حرف الايه، ويبقى كده خلصنا الحي السابع. طبعا نخش من اليمين دوت، ده الفاصل ما بين حرف البي وحرف السي، ده كده حرف السي وده كده حرف البي. حرف البي هنا أول ما دخلنا دي قطعة رقم 1، يليها قطعة رقم 42 الناصية التانية. نكمل بعد كده الناصية اللي عندها الشباب دي 43. هنكمل على طول عشان نشوف هنوصل ل 52، وفي نفس الوقت هنوصل ل 144 سي زي ما احنا ماشيين اهوت. اللي على ايدينا اليمين حرف السي، في انشاءات اكتر من بي. ده كده كله حرف البي يا جماعه، ده كده كله حرف البي. لو بصينا الدائري الاوسطي هناك اهوت، لو بصيتوا هتلاقي البرج الايقوني، معرفش ظاهر ولا لا، معرفش، بس خلينا نقرب كده. ادي البرج الايقوني هو اللي هناك ده البرج الايقوني. اوكي ظهر كده. المهم زي ما انتم شايفين هنخش على قطعة رقم 144 حالا ونشوفها هل هي معمول فيها شغل ولا ايه. خليكم معايا، احنا في حرف السي دلوقتي. 144 سي، 144 سي القطعة الأخيرة أو قبل الأخيرة من الشارع الرئيسي. 144 سي القطعة اللي قبل الأخيرة من الشارع الرئيسي، وال 52 دي قطعة ناصية في وشها. شوف سبحان الله قدرا، يعني 52 بي في وش 145 بالظبط. بس خلينا نشوف، ده كده حرف البي وده كده حرف السي. تعال نشوف كده بعد اذنكم دي قطعة كام. ماشي اقول لكم بالراحة من غير ما يبقى فيه لخبطة. الشارع الرئيسي اهو. ايوه طيب شايفين الناصية دي كده، هي دي 52 بي. الناصية دي هي دي 52 بي، أعمدة بدرون. يبقى اللي بيسأل على 52 بي يعرف إنها أعمدة بدرون، وده الشارع اللي في وشها. ودي قطعة 153 بي الناصية اللي فاضية، والقطعة اللي مبنية دي بالمناسبة على الشارع الرئيسي بره 179 بي. طيب 144 يا عم محمد هي القطعة دي. 144 هي القطعة اللي مبنية الطوب الأحمر، ودي 145 أعمدة الأرضي. يبقى احنا دلوقتي 144 هي القطعة اللي مبنية طوب أحمر ديت، يليها الناصية اللي على الشارع الرئيسي اللي هي 143 وهي لسه ما اتبنتش. يلا بينا علشان طبعا كله مقفول اهو على الرئيسي. دي 143 وما اتبنتش. يلا فاضل لنا 3 قطع في حرف الايه، يلا بينا نطلع نشوفهم. كده الفاصل ما بين حرف الايه وحرف الاي، ده كده حرف الاي وده كده حرف الايه. دي قطعة رقم 1 ايه حي السابع الشارع الرئيسي. تعالوا بينا نشوف قطعة رقم 127 و 128 ايه اللي طلبوا مننا على الشارع الرئيسي. تعالى يا عم عدي. في 4 5 قطع مبنيين ورا بعض دولت في حرف الايه. هتلاقيهم قطع يعني من اول قطعة رقم 3 4 5 6 7، يعني هتلاقيهم كده 3 4 5 او 2 3 4 5. ده كده حرف الايه. خلينا نمشي لحد ما نلاقي شارع فاصل ناصية. هتبدأ قطعة رقم 122 ايه الحي السابع. جت ولا لسه؟ 122 ايه الحي السابع اول ما تيجي قطعة ناصية. اعتقد هي الناصية اللي على الشارع دي اللي بتتبني. دي قطعة 122 ايه الحي السابع. اوكي، يليها قطعة رقم 123 ايه دي فاضية ما فيهاش شغل. يليها قطعة رقم 124 دي مبنية أعمدة الأرضي. 125 دي مبنية هيكل. 126 فاضية. 127 فاضية. 127 فاضية. 128 هي اللي مبنية ديت الهيكل. 129 هي برضو اللي مبنية
الهيكل. وليه أكد إن كلامي صحيح إن القطعة الفاضية مكتوب عليها 130، القطعة اللي بعدها المبنية ومتشطبة واجهة 131. يبقى كده احنا صورنا، واللي بعدها طبعا 132. كده احنا صورنا حرف الايه كل القطع اللي طلبت مننا. فاضل لنا قطعة واحدة، قطعة 79 بس دي جوه دبل فيس على جنينة، هنخش نصورها. عربية فول وقت الافطار، احنا خلاص داخلين على اذان المغرب. هخرج ان شاء الله بعد ما صورت 79. ده الاوركيد اللي في وشنا يا جماعه. هصور الحي التامن والاوركيد، بس انتوا ما بعتوليش قطع فابعتولي. اخر قطعه بقى في الفيديو دوت 79 ايه. هنا الناصيه ديت قطعه رقم 35 ايه، ماشي. ودي منطقه خدمات الحي السابع. خلينا نمشي بقى ونشوف هنخش ازاي. 35 يليها 36. هل في دخل في الشارع ده ولا مفيش؟ في، بس ما اعرفش الثمن ولا لا. 79 قدام لسه شويه. 79 عشان نخشها نخش من الناصيه بتاعت 47. ايوه دي كده 47. مش عارف بدي اشاره في حته ما فيهاش ورايا حد. ماشي 47 ايه. والناصيه اللي قصادها ديت 121 ايه. بعدها 86 ايه. هنخش يمين. الناصية اللي في الشارع دي 85 ايه. القطعة اللي مبنية دي بالمناسبة عشان برضه تبقوا عارفين 54 ايه. 54 ايه. والجزء اللي في الظهر ده شريط جنينة، ماشي، شريط جنينة. طيب المهم احنا هنا 65 يليها 66 يليها 67 68. اعتقد اللي مبنية دي 69. معرفش في مبنية في قطعة كده، اعتقد هيكون مبني كده ولا مش هيكون رقم القطعة مش عارف، بس اعتقد دي 69 او 70. 69 لان ده الممر. طيب ده كده نصية الممر. نصية الممر ديت جنبها قطعة 70. معرفش الكشك لسه متركبش. واللي محفورة دي قطعة 71. نركز بقى. المفروض في ممر تاني لو جيناه هيبقى قطعة 77. نشوف الممر التاني اللي موجود دوت عشان ما نقعدش نتلخبط. فين الممر؟ ممر. في هنا ممر ولا مفيش يا محمد؟ مش عارف، بس دي في ظهرها الحديقة. طيب نكمل تاني. الممر لسه ما جاش. اعتقد المبنية ديت 75 ل 76. نكمل تاني. ادي برضه حتة محفورة. طيب المفروض الطريق بادئ يحوت بينا. عند حوضة الطريق دي بالمناسبة هتيجي 79، بس انا هجيب 79 لان الظهر بقى قريب. انا ان شاء الله لو ما جبتش الممر هجيب 79 ان شاء الله يعني. مش متحدد معالم، فده اللي مخلي الواحد يتلخبط والله. بص هو ايه، في ممر ورا قابلني. اللي هي القطعة اللي في وشها اللي هي قطعة 95. تعال نرجع نشوف 95 اللي في وشها فيها كشك كهرباء. 95 اللي في وشها فيها كشك كهرباء، فهنقدر من 95 نعرف وشنا ايه. ماشي اعتقد يعني. دي كده في هنا ممر. ماشي ده كده ممر. ده كده في كشك كهرباء. القطعة ديت 96. مكتوبة على الحديدة والله 96. تخيلوا مكتوب 96. القطعة دي 96. يبقى القطعة اللي في وشنا دي 77. يبقى القطعة اللي بعدها مع 96 دي 97. يبقى اللي مبنية دي 97. اللي في وش 97 ديت 78. بسم الله يا رب.
الصخرة ديت كانت جامدة جدا، لكن الحمد لله ربنا لطف وطلعت نزلت فيها الحمد لله. طيب بصوا يا جماعة، عشان بس نبقى اشرح 79 ونبقى خلصنا الفيديو ده. الكشك اللي هناك دوت، الكشك اللي هناك دوت جنبه على طول قطعة رقم 96، وبعد 96 في قطعة رقم 97. هل 96 واخد الحجم ده كله ودي 97؟ ماشي. لو دي 97 اللي مبنية ديت تبقى في وشها 78، تبقى في وشها 78 ماشي. لو دي 97 تبقى في وشها 78 و79. فأنا شاكك والله أعلم إن قطعة 79 هي ديت اللي هي عملية الأول. فصاحبها يأكد علينا هل القطعة ديت هي 79 ولا القطعة الفاضية؟ هل القطعة دي هي 79 ولا القطعة الفاضية؟ صاحبها هيأكد وهيبقى عارف الناس شغالين فيها ولا لأ. لو مش هي يبقى هي القطعة الفاضية دي، لو هي تبقى هي اللي بتتبني دي. 79 ايه. دمتم بخير، واتمنى ان انا اكون فدتكم. توفيق للجميع.